السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده فيديو جديد. مشتريات. وكمان هنعمل بانيه بطريقة حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله. وهنعرف كمان اسعار المشتريات. طبعا حاجات كلها مكركبة والدنيا بايظة خالص. الاول كده اذكركم ان احنا في شهر شعبان، شهر يغفل عنه الناس. بترفع اعمالنا فيه. اتمنى كده ان احنا نبدأ نلملم اللي ضيع مننا. نبدأ أول حاجة بسم الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ في مشترياتنا. طبعا أنا حبيت أبدأ بالمشتريات الأول، وبعد كده قلت إن أنا هرجع أعمل الغدا يعني. فأنا كنت قاعدة إن أنا هرتبها وكل حاجة هوديها في العلب بتاعتها وكده معاكم برضو. بس بصراحة الوقت ما ظبطش معايا. أول حاجة هنا معايا صويا صوص ب45، ومعايا برضو دبس رمان تقريبا كان برضو ب45. وجبت كمان فيجيتار وبقسماط الربع باين ب20. لان طبعا الحاجات دي انا يعني جبتها على كام مرة كده، ما جبتهاش كلها مرة واحدة. لان انا يعني ما بروح مشوار بيبقى معايا مراد، فما بقدرش ان انا اشيل حاجة يعني. فانا بجيب دايما يعني حاجات على قد ما ان انا اقدر اشيل. وجبت كمان المناديل دي ب12 جنيه. آه وجبت كمان علبة العجوة دي ب45. سعرها كان حلو جدا ومناسب جدا. مش في كل الأماكن بتبقى ب45. وجبت كمون وكزبرة وفلفل أسود من كل حاجة ب15. تمام، 15 كمون، 15 كزبرة، 15 فلفل أسود، يعني على قد احتياجاتي اللي هي إن شاء الله يعني هتكفيني شوية. جبت كمان ربع كيلو عدس. ما بجيبش اللهم كتير. صل وسلم على نبينا اللهم محمد. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وجبت كمان كيلو فاصوليا من دي، الكيلو كان ب80 جنيه. وفي ناس بتديه ب100 يعني مش كله. وكمان جبت رزة، الكيلو عامل 34 جنيه. دول 2 كيلو رز، انا جبت 2 و2 تقريبا. وده شعرية، كيلو الشعرية كان عامل 28 جنيه، نفس سعر المكرونة بالظبط. ودول كمان 2 كيلو رز، يعني 2 و2. الكيلو زي ما قلت لكم ب34 جنيه. هنا حتى الكيس بتاعه اتقطع مني، فحطيناه في كيس من جوه كيس. تمام. ودي كانت شعرية زي ما قلت لكم، برضو كنت جايبة 2 و2 تقريبا، او 2 و2. او مش عارفة كيس وكيس باين، مش متذكرة قوي. وجبت كمان 3 كيلو سكر، الكيلو كان ب43 جنيه. طبعا انا جبته يعني من قبل ما يرتفع شوية. طبعا برضو مش كل، يعني انا جبت الرز ب34، وفي محلات تاني كمان سألت قالوا ب32. طبعا كنت بعد ما جبت يعني. وجبت كمان كاستر الفانيليا ده، جبته ب25 جنيه. حلو طبعا جدا، بيبقى في الجلاش يا جماعة روعة بجد. وجبت كمان ب10 جنيه جوزة الهند. وجبت ب10 جنيه برضو نشا. وجبت ب20 كاكاو، اللي هو الكاكاو الخام. وجبت كمان كريم كراميل، الكيس العلبة عاملة 21 جنيه. وجبت كمان جيلي فراولة. طبعا الحاجات دي كلها هتنفع معايا جدا في رمضان. فانا يعني كنت كل فترة كده الحاجات اللي ناقصة كنت بجيبها. وجبت كمان كيسين بيكنج باودر، الكيس ب3 جنيه. وبرضو خميرة فورية، الكيس برضو ب3 جنيه. وجبت كمان نص سميد تقريبا، اللي هو سميد البسبوسة، تقريبا ب15. وجبت الكاتشب ده ب18 جنيه. ما لقيتش العلبة اللي هي البلاستيك دي. قال لي ده غالية جدا، قلت له بغالية وكم؟ قال لي ده نزلت بحاجة و60. فاحنا جبنا ده يعني. وكمان بقى الفكة بقى جبت بها كيسين دول كده. آه وجبت كمان مفيش حاجة تاني، وتقريبا كل الحاجة دي. طبعا وجبت فانيليا جوزة الهند، بتبقى حلوة أوي في البسكوتات وفي الكحك والحاجات ده، بتبقى جميلة قوي. طبعا الحاجات دي يعني عليتها تبقى في رمضان معايا ان شاء الله. طبعا رمضان خلاص على الابواب، كلها 25 يوم. فبصراحة انا جبت الحاجات دي، يعني كل مرة كنت بجيب حاجة كده علشان تعمل من على دماغي. طبعا انا كنت ناوية ان انا اظبط الحاجات دي واوديها في العلبها وكده. بس زي ما قلت لكم انا تعبت فما قدرتش. قلت بقى انا هعمل الغدا واخلي الترتيب ده مرة تانية يعني. الحاجات طبعا العجوة دي برضو في ناس بتبيعها ب55، انا جبتها ب45. نعم نعم. فالحاجة اللي لما بلاقيها
لما بلاقي سعرها يعني بسأل على سعرها والاقي سعرها مثلا زي ما هو او مغليش او كويس بشتريها، حتى لو انا مش محتاجاها بجيبها. بجيبها فبجيبها وبخليها معايا وبيجي لها يوم يعني بيحتاجها. طبعا ابدا بقى في البانيه الغدا بتاعنا: معلقه كبيره بصل بودر، معلقه توم بودر، بابريكا، 7 بهارات، كمون، كزبره، فلفل اسود. يبقى كل حاجه نص نص الا التوم والبصل. ومعايا كمان حوالي من معلقتين ل3 معالق بصل، ميه بصل. ومعايا معلقتين من الدقيق، ومعايا علبه زبادي، ومعايا بيضتين. وكمان معايا صويا صوص بس هي ما ظهرتش هنا، انا نسيتها، فبعد ما اعمل الخلطه البيضه دي كلها بعد كده هرجع اضيفها. لو الموجود الصويا صوص، نعم، لو موجود الصويا صوص حطوها يا جماعه، بتدي طعم حلو قوي للفراخ. مش عارفه هو ايه بيحصل في المونتاج او في الكاميرا، مش واخده بالي، مش عارفه. لو الصويا صوص لو موجوده عندك حطيها، يعني هي مش موجوده خلاص، بس حقيقي لما بتضيف الصويا صوص للفراخ بالاخص بتغير طعمها وبتدي طعم حلو قوي. هنا معايا علبة زبادي، هتاخدي معلقتين زبادي. اهم حاجة علبة الزبادي انت تستخدميها او المعلقتين زبادي انت تستخدميهم، هي العلبة دي فيها حوالي بتاع معلقتين. هبدأ بقى اضيف العلبة بتاعتي. اهم حاجة بس علبة الزبادي ما تكونش فيها ما تكونش فيها مية. بتجيب لك يا بابا، بتجيب لي. هبدأ بقى اضيف كل المكونات دي كده. تمام، طبعا انا اسفة على مراد. هبدأ اضيف بقى كل المكونات كده. هضيف بقى كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، يبقى من كل حاجة نص معلقة الا الثوم والبصل معلقة كبيرة. وهبدأ انزل هنا ب3 معالق مية بصل، من معلقتين ل3 معالق، يعني زي ما انت شايفة كده بالواية ممكن يكونوا 3 معالق. وانا في المرحلة دي المفروض ان انا اضيف الصويا صوص، بس طبعا انا نسيت، بس انا برضو بضيفها، مش ما بضيفهاش، بضيفها. تمام، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وصلت معايا لحد هنا متنسيش بقى اللايك والشير، اشتراك في الفيديو، اشتراك في الفيديو، شوفوا بقى اشتراك في الفيديو اشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس او اختاروا منها كلمة الكل علشان كل فيديو انزله يوصل الاشعار بتاعه. هبدأ بقى بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده. او بجد ونسيت بحقق حبة من الملح كده، ذرة من الملح كده يعني. هبدأ بقى اقلب كده. هحط معلقتين الدقيق، يعني بتبقى قوامها قريب من قوام الكيك شوي. بجد يا جماعة يعني البانيه ده في خطوة واحدة، ومن اجمل انواع الطرق، وحياة ربنا فعلا حرفيا يجنن. طبعا الاول كنا بنعمله في البيض وفي الفيجيتار ومش عارفة ايه وايه وكذا كذا مرحلة يعني. لا ده كله في مرحلة واحدة. طبعا قطع البانيه زي ما انتي مقطعاها، انا كان عندي البانيه ده في التلاجة. هبدأ بقى احطه كده. بصي بقى، علشان تاخدي فعلا بانيه طعمه روعة لا يقل عن ساعتين. يعني انت مثلا تعمليه غدا من الصبح ويمكن كمان من الليل، يعني انت لو بيتيه في التلاجة بيبقى طعمه حلو قوي قوي فعلا. مستعجلة يبقى يعني لا يقل عن ساعة ونص، لان اصلا التتبيلة كل ما بتقعد فيه وبتشرب فيه التتبيلة دي بيدوا طعم حلو، بتبان التوابل اللي انت حطاها فيه، بتبان نكهة التوابل، بتبقى فعلا حلوة قوي. طبعا انتم ملاحظين ان هنا التتبيلة شايفين لونها يعني بيش فاتح، شكلها فاتحة ازاي. طبعا هتبان دلوقتي في الفيديو ان انا ضفت لها الصويا صوص. تمام، انا سبتها هنا حوالي بتاع ساعتين. تمام، وبعد كده اصلا صورت الفيديو اللي هو بتاع المشتريات ده، بس الترتيب هو اللي يختلف يعني. هبدأ بقى هنا معايا ممكن بقسماط، بس ممكن بقسماط وفيجيتار. انا هنا ضفت الاتنين، بقسماط والفيجيتار مع بعضيهم. هبدأ بقى اخلط كله ده مع بعضيه زي ما قلت لك، ممكن تحطي بقسماط بس انا حبيت اعمل ميكس بينهم، وكمان انا كان عندي الفيجيتار، فانا حبيت ان انا ان انا اضيف. هبدأ بقى اخد قطعة البانيه قطعة قطعة، لازم تتغلف كويس جدا علشان البقسماط مع التتبيلة اللي انت حطاها تمسك عليها. انت اكيد شايفة طبعا واضح في الصورة التتبيلة قد ايه ماسكة فيها. ولسه كمان لما تغلفيها بحبة السميد، هت يعني كل ما تغلفيها جامد وتضغطي عليها جامد كل ما هتمسك فيها اكتر. طبعا انا قعدت اعمل بالمعلقه كده ولقيت بقى ان الموضوع ما ينفعش خالص، ان انت بقى تضغطي بقى، بصي بعزم ما اعطاكي بقى اضغطي بقى جامد. تمام، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هبدأ بقى انا مش، هو انا رحت فين يا جماعه؟ كنت بجيب الطبق المشكله لما بتعملي الفيديو وتيجي تاني يوم مثلا تسجليه او يقعد معاكي يوم او 2، انت بتبقى اصلا ناسيه الموقف اللي حصل، بس هي الظروف احيانا كده بتحكم كده.
هاضغط بقى كده ضغطة جامدة، أهم حاجة انفضيها جامد من البقسماط علشان ما تبهدلكيش الزيت. طبعًا هو ممكن يكون عليها يعني مش منفوضة كويس، بس أنا لمّا باجي أضغطها في الزيت برضه بامسكها كده وأعملها علشان لو فيها بقسماط أو فيها حاجة تنزل برضه من عليها. تمام، أنا مش قادرة أقول لكم أنا في اليوم اللي أنا كنت باصور فيه الفيديو ده فعلًا الواحد كان تعبان أوي. يا جماعة ما تنسونيش من دعائكم بجد. الواحد الفترة دي يعني ربنا هو اللي يعلم بيه، بجد الواحد تعبان أوي. فوقفة المطبخ فعلًا يعني بتتعبني أوي. فالحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد. الواحد يعني ما يقولش غير الحمد لله، نحمد ربنا على السراء والضراء. والواحد يقول الحمد لله الذي عافاني بما ابتلى به غيري. يعني إحنا لو هنبُص لتعبنا أو نبُص للي فينا ونيجي نقارن نفسنا بناس تانية، هنلاقي إن إحنا أحسن من ناس كتيرة أوي. والحمد لله يعني فعلًا الصحة ديّة مفيدة أهم حاجة فعلًا الصحة يعني. يعني ما تهمليش في نفسِك فعلًا. التهملة الواحد لمّا يأهمل في نفسه بالذات في تعبه ده، يعني ممكن الواحد يوصل لمرحلة فعلًا ما عمره كان يتمناها أبدًا. وفعلًا الحاجة بتبقى في أولها بتبقى سهلة، لمّا تسيبي نفسِك في تعب أو في مرض وتلاقي التعب يتراكم عليكِ، فعلًا بيبقى حاجة صعبة يعني. بس أنا من الناس اللي بُصّي، وأنا ضغطت بقى بإيديّا ضغطة تمام. الناس اللي ما باحبش الدكاترة ولا باحب الأدوية أبدًا إطلاقًا خالص. يعني أمّا باروح للدكتور بابقى مفيّص. فأنتم ما تعملوش زيي. أنا بقى جِبت طاسة على نار. ومعلش يا جماعة اعذروني لو الكلام بالمشقلب، أنا مش عارفة إيه حكاية المشقلب ده والله العظيم. دايمًا باتكلم الكلام بالمشقلب واكتب بالمشقلب وحياتي كلها مشقلبة ببعضيها. هنا زيت غزير نضيف، حطيته على نار سِبته يسخن، ونزلت بقى بقطع البانيه بتاعي. يعني مش قادرة أقول لكم مُعتصم ابني الأكلة الوحيدة اللي بيموت فيها هي البانيه. يمكن ما بياكلش فراخ ولا لحوم ولا أي حاجة، بس البانيه بيحبه جدًا، وهو فعلًا بيبقى طعمه حلو أوي بيخلّي الأطفال تاكل. وكمان ممكن زي ما أنا تبّلتها كده تدخّليها في الفريزر وتحفظيها لرمضان وتطلّعيها على طول على التحمير. يعني كمان من أكتر الأكل حلو في رمضان وسهل في رمضان أوي، إن أنا عملتِ مثلًا بانيه زي كده ودخّلتيه التلاجة، تيجي مثلًا قبل المغرب بحوالي ساعة أو بساعة إلا ربع، بتروحي بس مطلّعاه كده وتروحي محمّراه، فبيبقى جاهز وبينجز معاكِ وما بياخدش وقت أبدًا في المطبخ. لإن إحنا طبعًا مش هينفع إن إحنا في شهر رمضان إن إحنا نفضل باركين في المطبخ. يعني هو شهر رمضان مش للأكل بس يا جماعة، لازم على قد ما تقدري حضّري نيّة كده وجهّزي نيّتِك كده إن أنا إن شاء الله هيبقى رمضان كلّه إن شاء الله ليكِ يا رب. تحاولي على قد ما تقدري إن أنتِ تفرّغي وقتِك، إن أنتِ الحاجة اللي هتطلّعِك برّه كتير قلّي منها، كتّري منها في البيت، اشتريها وحطّيها. مش حرام إن أنتِ تخزّني، مش حرام إن أنتِ تجيبي خضار وتحطّيه في الفريزر. ما تسمعيش كلام يقول لِك هو أنتِ يا أختي مش لاقية حاجة تعمليها، طب مش عارفة، طب كذا، كذا، كذا. في كلام الواحد بيسمع كلام كتير، بس أنا لمّا باجيب حاجة واخزّنها واحطّها واعملها، أنا مش هدفي الأكل، أنا هدفي إنّني يومي في رمضان يبقى للتعبُّد. يبقى أنا بدل ما أنا هاقرأ مثلًا جزء، لأ هاقرأ جزئين. أنا مثلًا بدل ما أقضّي مثلًا من العصر لحد المغرب في المطبخ، لأ هي كلّها ساعة أخُش المطبخ أطلع عاملة الأكل بتاعي، أكمّل بقى وردي اللي أنا كنت فيه، أكمّل تعبُّدي مع الله، أخلي بنفسي في أوضة مع نفسي كده، أذكار، استغفار، قرآن، تسابيح. إن أنا ما اسيبش نفسي يا جماعة إن أنا وقت الضيح كلّه مثلًا آخُد لي كام ساعة مثلًا أغسل وأروّق وأعمل، وباقية اليوم أفضل باركاه في المطبخ. مش هينفع كده خالص. الشهر حرام إن إحنا يعني حاجة كده يعني مش قادرة أقول لِك إحنا بنطلع من شهر رمضان ده عاملين إزاي. فلازم على قد ما نقدر نطلع بحسنات، بكمية حسنات حلوة، فعلًا تطلعي منه تحسي فعلًا إن أنتِ فرحانة، مش تطلعي منه مهمومة لإنِّك ما عملتيش فيه حاجة. طبعًا أنا أول طاسة طلّعتها زي ما أنتم شايفين مقرمش بجد وروعة، روعة، روعة. وأتمنى إن شاء الله إن أنا يعني عملت الفيديو بالصوت بتاعة الخرفشة بتاعته. إن شاء الله مش عارفة هو الكام ثانية دول راحوا فين، ما كانوش مدمجين مع الفيديو، بس إن شاء الله هتشوفوه. زي ما أنتم شايفين كده، تمام. طلّعت أول طاسة، جِبت كده طبق وحطيت فيه ورق مطبخ، أو ممكن على فكرة في طاسة على بتاع دوّة في مصفى. الناس اللي بتبقى عايزاه مقرمش أكتر حاجة، لأن طبعًا ممكن يطرى شوية على المناديل. بس هو برضه والله كان مقرمش معايا وكان كويس. بس أنا باقول لِك أنتِ يعني الأفضل لو طلّعتيه كمان على الطاسة هيتصفّي الزيت لو في حبّة من الزيت والّا حاجة. وكمان مش هيطرى منّي. بجد يا جماعة أتمنى إن أنتم تجرّبوا الطريقة دي، لإنها فعلًا من أجمل والله العظيم الطُرق، حلوة أوي، أوي.
واتمنى لو وصلت معايا لحد هنا ولسه ما اشتركتيش بالله عليكي اشتركي لي في القناه، وفعلي زر الجرس زي ما قلت لك، وضغطي كلمه الكل علشان كل فيديو انزله يوصلك الاشعار. والناس اللي بتتفرج يا جماعه انتوا مش هتخسروا حاجه، يعني لو دوستوا لايك يعني سهل جدا مش هتتعبي، لان ده اللي بيرفع الفيديو. وده كان نهايه الفيديو. اعملي جنبيه بقى مكرونه، اعملي جنبيه رز اللي انت حباه، احنا دايما ولادي بيحبوا المكرونه جنبيه. شايفين بقى، شايفين قد ايه مقرمش بجد يا جماعه، روعه. جربوه بالطريقه دي ان شاء الله هيعجبكم.